بصوا بعيدا عن شكل عيني اللي هو باين بايظ خالص، فانا رايحه مشوار دلوقتي ومحدش اصلا في البيت كله عارف انا رايحه فين. فواحده واحده كده هنروح سوا وهنشوف، وان ان شاء الله الخير ربنا بيعوضه بالخير اللي احسن منه. واحده واحده، بس في الطريق هقول لكم احنا رايحين فين ان شاء الله، لان زي ما قلت لكم ان انا دلوقتي في البيت وهخرج، بس محدش عارف ان انا رايحه فين. يعني انا قايله لهم ان انا رايحه في طلب وجاي، فهنروح دلوقتي وانا بره هقول لكم احنا فين وهقول لكم على الموضوع يعني عموما. مبدئيا كده انا مش عاوزه منكم غير الدعم والتقدير للفيديو ده. عاوزه اقول لكم لو انتم متخاصمين مع حد ابداوا يلا وصلحوه، له اي حاجه حتى لو بسيطه جدا، او روحوا من غير اي حاجه وابداوا بالسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من بدأ بالسلام. وطبعا انا كنت طالعه يعني من البيت اللي انا متجوزه فيه، كنت خارجه قايله لهم ان انا رايحه في طلب وجايه، لان حصل يعني موقف صغير خالص قد كده بيني وبين مامتي اللي هي والدة جوزي. يعني فايه النفوس يعني ايه زعلت من بعضها حاجة بسيطة. احنا طبعا في نفس البيت، فما ينفعش ان انا اكون مثلا طلعت او نزلت. يعني احنا دلوقتي الموقف ده حصل امبارح، احنا دلوقتي تاني يوم اهو العصر وما اتكلمناش سوا. فطبعا حبيت اروح وهديها طبق الحلويات ده. طبعا هو مش من مقامها اكبر من كده بكتير، بس ده اللي انا قدرت عليه. حبيت اروح وهديها بيه، وهنروح دلوقتي ونشوف رد فعلها هيكون ايه. ده حاجة بسيطة جدا لبعض الناس اللي هيشوفوها، لعل حد يتعظ منها ويكون حاصل معاه نفس الموقف ده، ويروح يتصالح مع اهله او مع اصحابه او حتى مع جيرانه. لان يا جماعة احنا بننام ونصحى بنلاقي الله اعلم يعني ناقص مننا واحد، محدش عارف، فنرجع نندم. الندم مش هيفيد. انا هنا خلاص كنت وصلت رجعت يعني من المشوار. انا كنت رحت المنصورة جبت وجيت، وهنا انا قدام البيت زي ما انتم شايفين كده. وبقول بصوا عايزه اقول لكم انا رجعت البيت وزي ما انتم شايفين كده انا بره البيت ومستنيه بس ان هي تيجي. انا عرفتهم يعني، قلت لجوزها ان انا جايه وعامله لها كذا كذا عشان اصالحها وكده، بس انا مش عاوزاها تعرف ده هي فوق ونازله، فقلت له خليها هي اللي تدخل. وكمان انا عرفتها من 10 دقايق ان في ناس جايين لي، فايه هي هتستقبلهم استقبال كويس وهتكون لابسه وكده ماشي. فبتمنى منكم التقدير، ومش عارفه شكلي بقى ملخبط ليه في الفيديو، نتكلم بصوت واطي كمان عشان لو هي نازله ما تسمعنيش. صدقني ديت ليكي ايه وانتي ما تزعليش مني. واللي برضه حد ربنا برضيه، وانا حاولت على قد ما اقدر بقدر الامكان ان انا احاول ارضيها. و لا ما نسيتش احنا ابدأوا بالسلام يلا. انا كده خلاص وصلت لنهايه الفيديو، بتمنى منكم الدعم والتقدير. لا انت زعلانه خلاص بقى، زعلانه خلاص يا ستي. لا قول انا مش زعلانه. خلاص يا ستي، الناس هزعل منها. خلاص قول انا مش زعلانه. انا زعلانه. ما انت زعلانه انت مرضيه خلاص كده يا جماعه، بتصالحنا وما كانش فيه اي حاجه، موضوع صغير قد كده. انا هسكت وهي هتسكت والموضوع هيكبر، فليه خيركم من بدأ بالسلام. ما اقدرش اقول اكتر من كده، والحمد لله ان تمت على خير، وربنا يعدي الايام اللي جايه كلها على خير يا رب والسلام. وعاوزه اقول لكم يلا ابدأوا، لو مخاصمين مع حد ابدأوا انتوا بالسلام، ما تخلوش الشيطان يكبر في عقلكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.